بسم الله الرحمن الرحيم. بنتابع موضوعنا عن العلاقة التبادلية بين القيم المادية والقيم المعنوية لدى العنصر البشري، والنهاردة بنتناولها بمنظور اقتصادي. في علاقة بين القيم المعنوية اللي بيكتسبها الفرد ممثلة في المهارات والخبرات والثقافات والعلوم، وبين البيئة المحيطة، ودي علاقة تبادلية. لو بالفرض انا قلت ان انا محاسب او مهندس او دكتور او نجار او حداد او صاحب اي حرفة من الحرف او مهنة من المهن، وكان الكلام ده نظري ومفيش اي دليل مادي يثبت ذلك، بتصبح هنا الحرفة او المهنة ممثلة في قيمة معنوية داخل الفرد نفسه. يعني محدش شايفني، محدش يعرف عنه حاجة إلا الكلام اللي أنا بقوله بس، وفي الحالة دي بتبقى شيء أنا محتفظ به معنوي داخلي. طيب الشيء المعنوي اللي أنا بحتفظ به داخلي أنا بستفيد منه وبفيد بالمجتمع من حواليا لما أبدأ أفعله وأحوله من قيمة معنوية إلى قيمة مادية في صورة الشغل اللي أنا بعمله، سواء كنت نجار أو حداد أو دكتور أو محاسب أو مهندس أو ما شابه ذلك. يبقى لما باجي أحول هذه القيمة المعنوية إلى شيء مادي، بعمل دولاب لو أنا نجار مثلا، بستعين بالأدوات بتاعة النجارة، القيمة المعنوية بتتحول إلى دولاب الناس بتدركه وتعرف من خلال هذا المنتج إن القيمة المعنوية اللي بداخلي فعلا بتقول إن أنا نجار. كذلك بالنسبة للمحاسب اللي بيفصح عن القيمة المعنوية اللي بداخله وتثبت للناس إن أنا فعلا محاسب، هو المجموعة الدفترية والدورة المستندية، وهي قيم مادية بتبرز القيمة المعنوية اللي موجودة داخل العنصر البشري. طيب نتيجة تحويل هذه القيمة المعنوية إلى قيمة مادية في صورة منتج أيا كان هذا المنتج، بينتج عنها دخل للفرد صاحب المهنة أو صاحب الحرفة في صورة نقدية أو عملة بيكتسبها من خلال تقديم هذه الخدمة أو هذا المنتج. يبقى هو حول القيمة المعنوية إلى قيمة مادية ونتج عنها دخل بينتفع منه الفرد صاحب هذه المهنة أو هذه الحرفة. لا حول ولا قوة. كنا هنتعشى بيه الريال ده، هناكل منين دلوقتي؟ نبيع سوا ونشتري بوز فراخ محشي. في غياب القيم المادية، وده وارد، بيظل الإنسان محتفظ بقيمه المعنوية، واللي بنقصدها هنا هي الحرف والمهارات والثقافات والعلوم اللي بيكتسبها. دي من ممتلكاته الخاصة التي لا يستطيع أحد إن هو يسلبه إياها. طيب تحويل القيم المادية إلى قيم معنوية بيكون في مرحلة تعلم الحرفة أو المهنة أو المهارة. يعني الإنسان علشان يكتسب حرفة النجارة بيستعين بالأدوات وبيستعين بالأخشاب وبيستعين بخبرات رجل يكون يسبقه في هذه المهنة أو الحرفة، وبتتحول هذه الأدوات وهذه الأخشاب وخبرات الطرف الآخر إلى قيم معنوية داخل الفرد أو الصبي اللي بيتعلم هذه الحرفة، وبتبقى ملك له.
يبقى تحولت من قيمة مادية إلى قيمة معنوية. إمتى بتتحول تاني من قيمة معنوية إلى قيمة مادية؟ في حالة إذا ما قام الفرد بإنتاج منتج معين من خلال الاستفادة من الحرفة أو المهارة اللي عنده. طيب، في غياب القيم المادية، لو الفرد ما عندوش مرجعيات شرعية ممكن يلجأ إلى أنه يبدأ يتسول أو يبدأ أنه هو يشحت لو هو تفكيره مش إيجابي وتفكيره سلبي. النبي عليه الصلاة والسلام راح له واحد يسأل الصدقة. الوضع الطبيعي ان لما حد بيجي يسأل حد الصدقة بيعطيله صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام جاله رجل يسأله الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعه حاجة بيته. ازاي بيعه حاجة بيته او الغرض من كده ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام شاف ان الراجل بصحة جيدة ويمكنه العمل والانتاج وانه يفيد نفسه ويفيد المجتمع من حواليه، فسألوا هل في بيتك شيء؟ فقال الرجل أنا عندي إناء ورداء في معنى الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذهم وعمل عليهم مزاد وباعهم وأخذ الفلوس اللي جت منهم وأمروا أنه هو يشتري قدوم وعمل عصاية. النبي عليه الصلاة والسلام عمل عصاية للقدوم وقال له اذهب واحتطب، واداله فترة معينة او مهلة معينة من الايام، وبعد كده يرجع تاني للنبي عليه الصلاة والسلام يعرفه هو عمل ايه. طبعا النبي لما قال له تجيلي بعد عدد معين من الايام، هو وفر له الرقابة الداخلية، يعني الراجل يكون رقيب على نفسه في تغيير الاتجاه والسلوك، ووفر له رقابة خارجية. النبي عليه الصلاة والسلام هيتابع معاه ويشوف نتاج هذه الفترة هو عمل فيها ايه. زي ما قلنا قبل كده ان السلوك البشري بيكون عبارة عن سلسلة، يا اما سلسلة من تبادل القيم المادية والمعنوية، اما بيكون اتجاه هذه السلسلة في الاتجاه الايجابي وبنقصد به ان بيكون في صالح الفرد سلوكيا، او بتكون سلوكيا بالنسبة للصحة النفسية والجسدية، او بيكون اتجاه السلسلة في الاتجاه السلبي مش في مصلحة الفرد النفسية والجسدية. فالنهاردة النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب واحتطب، اداله قيمة معنوية في الاول، يعني النبي اداله مجرد فكرة، الفكرة تحولت الى قدوم، القدوم قيمة مادية. بعد كده القدوم الراجل اخده وذهب علشان يحتطب، علشان ياخده ويروح يحتطب في إرادة وفي قرار، قيمة معنوية. بعد كده بيروح بيجيب الحطب، قيمة مادية، بيبيعه، بعد ما بيبيعه بيكسب نقد فلوس، النقد ده بيتحول إلى قيمة معنوية لدى الفرد. القيمة المعنوية اللي حققها لدى الفرد ممثلة في الاحتياجات الإنسانية هرم ماسلو الدرجة الخامسة، وهي تحقيق الذات أولا. الدرجة الرابعة تحت منها وهي التقدير من المجتمع من حواليه، لأنه وفر رأس مال من ماله الخاص. تاني حاجة عمل مستقل لا يعمل عند أحد. ثالث حاجة عمل حر، عمل مستقل وعمل حر. ثالث حاجة ان هو بيجيله دخل خاص به من حر ماله، ومقابل الجهد والتعب اللي هو اتجاه السلسلة اتغير. بدل ما كان اتجاه التفكير سلبي وهو ان هو يكون عالة على المجتمع ويسأل الناس، اللي بقى في الاتجاه الايجابي وهو ان يبقى الحصاد او الدخل بتاعه مقرون بالجهد اللي هو بيبذله وتحقيق ذات وتقدير من المجتمع من حواليه. وبالتالي هيبدأ كل مرة يجمع فيها الحطب ويبيعه يحصل على دخل، وهكذا. وبتتجه السلسلة بعد تغيير اتجاهها في الاتجاه الإيجابي لصالح الفرد من الناحية النفسية والجسدية. ده كان موضوعنا عن العلاقة التبادلية بين القيم المادية والقيم المعنوية بمنظور اقتصادي. والقيم المعنوية هي مصدر الإنتاج وبالتالي الدخل للفرد، والفرد وحدة تكوين للكيان الاقتصادي ككل. شكرا لكم. دكتور هشام يوسف.